السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الفل والهنا والسعادة، او صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة، على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو، من خارج مصر ومن داخل مصر. كلكم حبايب قلبي وكلكم على راسي من فوق. ربنا يدومكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ اي حاجة كده، عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شعبان وخلاص رمضان كده على الابواب. ربنا ينعاد علينا وعليكم الايام بخير، ويبلغنا كده يا رب رمضان لا فقط ولا مفقدين، اللهم امين يا رب العالمين. جيت لكم بفيديو جديد بقى، الا وهو ايه؟ هنعمل مع بعض بقى ايه؟ الكشري المصري بطريقه سهله وبسيطه. انا بصراحه لا عملته في البيت ولا عملته على القناه بقالي فتره، فهف علينا كده بقى. قلت لماما تعمل لنا شويه كشري كده من ايدها الحلوين، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. اول حاجه نبدا بقى ايه؟ هي العدس بالجبه. العدس بالجبه يا جماعه هو العدس البني، مش عارفه بقى في الدول العربيه بصراحه بيقولوا عليه ايه، تمام؟ فهو عشان بياخد سوا كتير، قلت بقى لازما انقعه في شويه ميه كده عشان ما ياخدش سوا معايا. بعد ما نقعته كده قعدته نص ساعه، وبعد كده ما نقعته كده بقى ايه، اديته غلوتين، ايه، حطيته على النار كده ياخد غلوتين مع نفسه. بعد كده جبت ايه، راس تومه كده كبيره معتبره، قشرتها طبعا ودقتها بالمدق زي ما انتم شايفين. عندي حله على النار، نزلت بقى شويه زيت، معلقه سمنه، ورحت نازله بالثوم، شوحتها بقى تشويحه محترمه زي ما انتوا شايفين، ورحت نازله على طول بايه، بالصلصه الطماطم بقى. قلت تاخد وتدي كده مع نفسها. طبعا كنت حاطه حله جنبها على النار، فيها ميه وزيت وملح عشان نعمل فيها المكرونه مع بعض. زي ما انتوا شايفين، اول ما الميه غلت طبعا رحت نازله عليها بالمكرونه. ده مكرونه سباكيتي نص كيلو، ده جراب مكرونه سباجيتي نص كيلو، تمام؟ انت حسب الكميه بقى اللي انت عايزاها، كل واحد على حسب الكميه اللي هو عايزها، تمام؟ فاحنا عملنا على قدنا. طبعا جبنا نص مكرونه من التانية، بس ما حطيناش كله، حطينا يعني ايه، شويه منه. بعد كده بقى ايه، رحنا مقلبينها كده وغطيناها بقى كده، وقلنا يعني ايه دقيقتين ولا حاجه ونطفي عليها. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين، كانت هنا بقى ايه، الصلصه غلت زي ما انتوا شايفين. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنا كنت بقلبها بقى معاكم علشان خاطر بقى نشوفها يعني ايه، بوريكم بقى ان هي غلت وكانت قربت كده على السوا. بعد كده بقى ايه، جبت جبنا بقى الخلاط علشان خاطر نعمل بقى ايه، الدقه مع بعض. جبت توم طبعا، قشرت تومية برضو، وحطيتها في قلب الخلاط، ونزلت عليها بشوية كمون وشوية ملح وشوية كزبرة، طبعا شوية خل، شوية زيت، وربع كوباية مية عشان يمشوا لنا العمل كده، تمام؟ عايزة اقول لكم اولا انا ما عملناش حمص، لان احنا ما بنحبش، ما بنستلطفش الحمص في الكشري، تمام؟ ولا الشطة بصراحة، لاننا في حمص ولا في شطة، فما عملناش معاهم شطة ولا حمص. انتي بقى لو عايزة تعملي شطة، تجيبي شوية تقلية، اللي هي صلصة من ديت، وبعد كده بقى ايه، تحطي عليها معلقتين شطة وشوية زيت، وتقلبيها مع بعض، والله العظيم بتبقى جميلة. بس احنا يعني ايه، عندنا ماما واخواتي مبيحبوهاش. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى كنت حطيت التوابل وحطيت التوم وعصرت ليمونتين حلوين كده. نسيت اقول لكم على الليمونتين دول، حطوا ليمونتين حلوين كده اعصرهم في الدقة. كانت جميلة، وكان الاكل بصراحة كان تحفة، نعمة وفضل من عند ربنا. يا رب يديمها، يا رب يديمها نعمة كده يا رب، ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت حطيت الربع كوبايه ميه زي ما انتم شايفين بقى، وخدنا بقى رحنا فرمناه، وهوريهولكوا بقى دلوقتي. لو انت بقى وصلت معايا لهنا كده، يا ريت ما تنسنيش بقى في لايك حلو كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كانت المكرونه استوت زي ما انتم شايفين، حطيناها طبعا، شلناها من على النار، صفناها، وفرفناها كده بقى ايه. يعني ايه، انا بصراحه لما باجي اصفي المكرونه، بقوم فاتحه عليها كده الحنفيه، تنزل عليها شويه ميه علشان خاطر السخونيه ما تعجنش المكرونه ببعضها. المهم هنا التقليه كانت خلاص استوت خالص بقى.
فنزلنا عليها بالبهارات اللي هي فلفل وملح وكمون ومرقه ماجي، عايزه تحطيها تحطيها، مش تحطيها خلاص براحتك. ده طبعا اختياري مش اجباري، اللي انت عايزاه. في ناس طبعا بيحطوا بهارات سبعة، بيحطوا بهارات مشكلة، اللي انت عايزاه، بس احنا ما بنكتفي بالحاجات دي مع مكعب المرقة. هنا بقى خلاص استوت زي ما انتوا شايفين بقى. فكان فاضل لنا بقى ايه اللي خلاص احنا خلصنا كل حاجة والدقة وطبعا كان في رز ابيض. آه، فانا قلت لماما طالما في رز ابيض خلاص بلاش بلاش يعني رز بشعرية وكده طالما عندنا رز. المهم بقى ايه كان ناقص لنا ايه هو البصل. فماما راحت مقطعه البصل كده وراحت قاليه زي ما انتوا شايفين بقى ايه. شايفين بقى جمالته والله العظيم يا جماعه، كان جميل جميل. الاكل كان سكر. الحمد لله على نعم ربنا. عايزاكي بس لو لسه انتي مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحطي لي لايك كده حلو، وانزلي كده اكتبوا لي كومنت حلو كده زيك، ربنا يحسن ما بين ايديكم. هنا بقى كنا خلصنا، شايفين بقى المكرونه، وهنا بقى الصلصه بتاعه الكشري، وده الرز الابيض طبعا. وده بقى كان الشكل النهائي بتاعنا. شايفين بقى الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله. انا حبيت بقى ايه احط طبعا في بولات كده، اللي عايز بصل يزود، اللي عايز صلصه يزود، عدس يزود، دقه طبعا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. اتمنى منكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.